السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة، وهذا هو الاهم، يعني تكون شي حاجة جديدة، وكنحاول ما امكن نركز يعني على الاشياء اللي صحية. اذا اليوم ان شاء الله غادي نحضروا حرشة بالدقيق القمح الكامل. غنحتاج على بركة الله البنات. انا هنا غادي الحرش، بالنسبه للحرشه انا عندي ديك المقله ديال الحرشه ولا فين كنديروا بوشيه، القطر ديالها يعني تعبروا من هنا حتى لهنا فيها 30 سنتيمتر. الا كانت عندكم ديال 38 سنتيمتر في الاخر الفيديو غنقول لكم شحال القياس ديالها. هذه ديال 30 سنتيمتر. اذا بسم الله على بركه الله غادي نحتاج غادي نحتاج 3 ديال الكيسان ديال العنبه مملوئين ديال الدقيق الكامل. البنات انا هاد الدقيق الكامل هذا كنشريه، يعني انا يعني في هذه الوصفه هذه راني مستخدمه هذا اللي كيتشرى، الاخرى ما عمرني جربت بها صراحه يعني. اذا هنا غادي نغربلو البنات، ولاني في الاخير غنضيف النخاله غير باش نتاكد، يعني شي مره ديك الخيط ديال الخنشه ولا كيقدر يكون فيها، يعني فاش نحلو الخنشه يقدر يدوز شي خيط، يعني ضروري نغربل هكا وندوز بيدي حتى ما كاين والو نعاود نرمي. غنستخدم 3. هانتوما البنات شش قلت لكم، هو ديال الخنشه شتي، اللي ضروري ما تقولوش راه مشري زعما من برا، ضروري تغربل هكذا مع فيه النخاله. ما كتلقاوش كيديروا له، ولكن معليش هاد النخاله هكا ندوزوها بيدي نعاود هكا، كاينه شي خشه نرميوها. المهم البنات انا غنشوف وغادي نزيد الثالث، هذا هو الاخير اللي بقى لي، ونعاود نرجع عندكم. اذا البنات هما يعني 3 الكيسان ديال العنبه. هنايا عندي نصف ملعقه صغيره مملوءه ديال الملح، وكيبقى حسب الذوق. غندير دابا يعني الزيت، هنا عندي زيت الزيتون، تقدروا تخلطوا بيناتهم، يعني الا كانت زيت جديد راه ما غديرش الريحه، مي الا كانت قديمه غدير الريحه. تقدروا ديروا غير الروميه ماشي مشكل. هنا عندي كاس ديال العنبه الا الربع، قل ربع ديال الزيت. دابا غنبسبسها مزيان. اذا هيا البنات يعني بعد ما بسبسها مزيان بديك الزيت البنات، راني حاطه هذيك المقله ديالي فين غنخدم، راني حطيتها تسخن، نقصت عليها، ما درت لها لا زيت لا والو، حطيتها تسخن. منين بديت يعني كنغربل الطحين. دابا غنضيف الماء، يعني تقريبا 2 كيسان د العنبه عامرين حتى الفم ديال الماء. هادو البنات راه بقياس، هاد الكيسان هادو راه بقياس الكيسان د العنبه نيت. بسم الله. طيب انا غنشوف عاده كيجيني 2. هذه ديال الدقيقه البنات ما خصهاش تكون جاريه بزاف، ديال السميده كل ما جرات كتجينا يعني زوينه، ولكن هذه ديال الدقيق ديال الدقيق الكامل ما خصهاش تكون جاريه بزاف، خصها تكون كتزقرص لينا باش ما تجيناش معجنه. انا غنخلط ونعطيكم القياس بالضبط. فاش العجينه تخلط هكا خلطوها هكا، يعني ما تمعسوهاش هكا، تخلطوا غير هكا ها بصبعكم. ترى البنات بارك عليها، ما خصنيش نجريها. اذا كاسونس، شوفوا بالكم ولا لا، كاسونس ديال العنبه اللي جاني. المهم هانتوما تشوفوا كيدير القوام ديالها، ما تجيش تكون كتزقرص، المهم يعني تكون كتزقرص. دابا غادي ناخذ يعني شي صينيه ولا ديك الرمايه ونرمي فيها شويه ديال الدقيق وندوزها ونطلقها. انا البنات هنا خديت الصينيه، هذا كما قلت لكم ضروري تغلبل، كنخاف من ديك الخيوط ديال الخنشه، ماشي مشكل يعني يكون بالنخاله ديالها، انا كنخاف من ديك، معليش راني نرمي النخاله ما فيها والو حتى هي. دابا البنات غادي نرمي هذه.
اذا البنات راني قرصتها في ديك الصينيه ودابا راني قلبتها في الرمايه يعني باش نتحكم فيها مزيان. كنديروها هنايا علاش يعني باش نقرصوها تجينا مقاده عاد نرميوها في المقله. دابا غنزيد نقرصها. اذا البنات هي من بعد ما قرصتها دابا غنحيد هاد الدقيق هذا اللي زايد يعني هاد الزوائد ديال الدقيق وغادي نرش ديك المقله ديالي بشويه ديال الزيت صافي ونرميها يعني هكا في ديك المقله ونعاودو نتلاقاو. اذا هي البنات كما كتشوفوا راني رميتها في الطاجين. هاد الطاجين البنات العبار ديالو قلت لكم 30 سنتيمتر يعني ديك المتوسط. دابا غنزيد نضغط عليها. تقدروا تقادوها بالجوانب يعني بشي معلقه ولا موس. البنات فاش تبغيو ترميو في ديك الرمايه يعني دهنوها بشويه بالدقيق باش ما تلصق لكمش ولا مش في ديك الرمايه. الا نسيتو ولا عاونوا بديك الباله. حتى هي البنات ضغطت عليها مزيان. نقادوها من هنا بشي معلقه ولا. اذا ها هي البنات يعني راني قلبتها باش تعرفوها طابت من التحت تشد راسها مزيان تكون شدات راسها من الفوق بدات تبان يعني اللون ديالها بحال ولا ذهبي تكون شدات راسها. عاد قلبوا سمحوا لي الصداع بنات يصدعوني بزاف. عاد قلبوا يعني وتلقاوها يعني هكا قلبوا في الرمايه. الا لقيتوها مازال ما تحمرتش عاودوا ردوها يعني. اذا البنات تبقاو تحركوها هكاها باش طيب يعني من هاد الجوانب ما تجيش طايبه غير من الوسط. حاولوا تحركوها يعني بجوج يدين. لا قديتو ما قديتوش معليش. اذا هاي البنات الحرشه ديالنا وجدات كتجي رائعه من الفوق كتجي مقرمشه ومن الداخل كتجي رطبه. انا نقسم لكم البنات ولكن ما تنسونيش من الاشتراك في القناه تفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد ومفيد في نفس الوقت والضغط على زر اللايك باش يطلع الفيديو يستافدوا النساء الاخريات باذن الله. اذا البنات نقطع لكم بسم الله. شوفوا البنات الموسكي كيمشي فيها كاين لا صعوبه لا حتى حاجه معاها رائعة يعني وصحية. تعالوا نوريكم باش نقول لكم يعني اللي عندها نقول لكم القياس ديال كالي نجيب الباله معليش. هانتوما البنات هي من اللور يعني كتجي رطبه. شوفوا من هنا كتجي مقرمشه من الفوق ورطبه من الداخل يعني كتجي رائعه. اذا البنات بالنسبه يعني انا قلت لكم عندي ديك المقله فيها قياس ديال 30 سنتيمتر. بالنسبه للبنات اللي عندها القياس يعني في القطر من هنا لهنا اللي عندها القياس ديال 38 سنتيمتر او 40 سنتيمتر بحال غادي ديروا يعني غديروا 5 ديال الكيسان ديال العنبه عامرين ديال دقيق القمح الكامل. وبالنسبه للماء غادي ديروا 3 د الكيسان ديال الماء ديال العنبه عامرين. وبالنسبه للزيت غادي ديروا كاس العنبه كبير عامر ديال الزيت وجوج معالق كبار تزيدوهم ديال الزيت. هذا بالنسبه اللي عندها يعني المقله كبيره قياس ديال 40 سنتيمتر اولا 38 سنتيمتر. انا عندي القياس غير ديال 30 سنتيمتر يعني ديك المتوسطه. راه شفتوا المقادير في لا فيديو وشكرا على المتابعه.